هاي، أنا زينب من قناة أكل شقية، وهحكي لكم فيها عن أصل الأكل المصري. يلا نبدأ. النهاردة هكلمكم عن أكلة مشهورة وكل الناس بتحبها. في سوريا بيسموها المطبخ، وفي لبنان وفلسطين بيسموها المغمور ويحطوا عليها حمص وياكلوها جنب الخضار، والعراق بيسموها التبسي، ومصر والسعودية بيسموها المسقعة أو المسقعة. مع إن فكرة إن حد يجي في باله يقطع بتنجان ويقليه ويحط فوقيه صلصة ولحمة مفرومة ويدخله الفرن، وفي ناس كده بتحط عليها شوية حاجات زي بطاطس والفلفل، برضو الفكرة دي متطلعش برا مصريين أبدا. بس أنا عايزة أقولك إن المسقعة مش مصرية. الناس بقى اختلفوا على أصلها، في ناس بيقولوا إن هي مصرية وفي ناس بيقولوا إن هي شامية، لكن الأصل منين؟ أنا هقولكم، يا هي إيطالية يا يونانية يا تركية، لكن المصريين عرفوها من الجاليتين، يا إما الإيطالية يا إما اليونانية. والمسقعة منتشرة جدا في أوروبا والشرق الأوسط. اتنقلت بقى المسقعة لمصر في القرن ال19، لأن احنا بطبعنا مصريين عشريين شوية وبنحب نعرف ثقافة المطابخ بتاعت جيراننا. واتعرفت من المطبخ العثماني، وبتتكون بقى في المطبخ العثماني من بتنجان وبطاطس وبصل، وغالبا بتبقى فيها لحمة مفرومة. والمسقعة ليها بقى أسامي كتير قوي زي ما قلناها في الأول. بتتقدم المسقعة سخنة أو ساقعة، بس احنا كمصريين بناكلها ساقعة. انتوا بقى عندكم بتاكلوها ازاي؟